أهلًا بيكم في أول حلقة من سلسلة قالوا لنا زمان، قالوا لنا زمان السلسلة اللي هنتكلم فيها عن حاجات اتقالت زمان، وبما إن إحنا بنضفي شكل من أشكال التقديس يعني على الكلام القديم، فكنا بنستمتع بالكلام ده وبناخده زي ما هو كده، لإن إحنا دايمًا شايفين الناس الأكبر مننا فاهمين عننا، لكن الحقيقة إن أنا اكتشفت إن في جُمل كده كنا بنتقبلها زمان وكنا بنسمعها وتعدي علينا عادي، بس لمّا نفندها مع بعض كده نكتشف إن فيها أهواج يعني. أول جملة امشي جنب الحيط وقول استر يا رب. هو الحقيقة بقى إن إحنا لازم نقول استر يا رب طول الوقت، بتعمل صح بتعمل غلط هتقول استر يا رب، لكن أمشي جنب الحيط وأضيّع على نفسي مهارات وفُرَص وحاجات كتير جدًا كنت هاتعلمها، أمشي جنب الحيط وأضيّع على نفسي إحساسي كده بالمغامرة وجمال الرحلة، بالحاجات اللي هاكتسبها طول ما أنا ماشية وأدوّر، أمشي جنب الحيط لو مفهومها أو معناها الدقيق إن أنا ما ادخلش خناقة فده الصح، وده الطبيعي وده المفروض إن إحنا نعمله وده المنطقي، لكن لو أنا هامشي جنب الحيط علشان خاطر ما حدش يشوفني، فما حدش يدوس على ضِلّي وأنا أتعب وأتضايق وأُستنزف بسبب سلوكيات الناس اللي مش عاجباني، فابتدي أتجاهل حاجات كتير جدًا وأضيّع على نفسي فرص وأضيّع على نفسي جمال اللحظات اللي كنت ممكن أستمتع بيها وأنا بادوّر وأنا بابحث وأنا باتعلم وأنا باقع وباقوم. وأنا باستمتع بالرحلة اللي كان فيها إنجازات وإخفاقات وحاجات كتير جدًا، بس في الآخر خالص وصلت لنتيجة ترضيني. أمشي جنب الحيط وأقول استر يا رب، لأ، أنا مش هامشي جنب الحيط بس هاقول استر يا رب، وهاخد خطوات جادة في حاجات كده أنا هاستمتع بيها طول ما أنا باعملها علشان خاطر ده شغفي، دي الحاجات اللي باحبها. المشي جنب الحيط عمره ما كان أمان، الحقيقة إن المشي جنب الحيط ده تجنُّب للمواجهة أصلًا، وطول ما أنت بتواجه طول ما عقلك وإدراكك هيكبر وهيعلى وهتلاقي نَفْسك عارف تعدّي من مشاكل بتعدّي بعدين، وهتفهم ده وقتها لمّا ربنا سبحانه وتعالى يفهّمك أو يعلّمك إنه ده كُلّه كان بيأهّلك لأصلًا جمال الدنيا دي كُلّها في الرحلة نَفْسها، ما تمشيش جنب الحيط بس قُل استر يا رب. أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي اللي تغيّر اللي بعدها.